السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل اللانشون اقتصادي، لانشون البيتي بطريقه حلوه جدا، بطريقه مميزه. يلا نقول بسم الله ونبدا المكونات ونبدا الطريقه. اول حاجه هنقول بسم الله. هنجيب هنا طبق صغير هنا طبعا كده الشفشه بتاعنا، ونكسر البيض معانا طبعا عدد 4 بيضات. نحط بيضه كده علشان مش عشان ياخد الشفشه واقدر اتحكم فيه. حتى لما باجي اعمل كيك بعمل كده. طبعا اعذروني في صوت الهواء لان طبعا المطبخ حر جدا عندي، بقدر احط المروحه وانا اثناء المطبخ وانا بعمل مواعين، بس مواعين روق المطبخ بعمل اكل، بس ساعات ما بعمل اكل بطفيها علشان بتعكس الهواء. ادي طريقه البيضه بقفل كده زي بس عشان كده باجي ربع بيضه بالشكل ده. معايا طبعا فصين من الثوم بالشكل كده، بالشكل ده. يبقى هنا 4 قطع جبنه نستون، اي نوع اي نوع. بسم الله. طبعا هي زي الجو حر، ما حطهاش في الثلاجه، جبتها على طول سوبر ماركت حتى نوع. الشيل ده الزوايا دي برضه اهو. الثاني الثاني بالشكل ده، هي الورقه بتاعتها بالشكل ده. بسم الله. دي افكها كده سهل جدا، عشان الحر اللي عندي في المطبخ ولا الجو حر، بس غالبا محتاج. بس كده خلاص كده. اللي بعدها بسم الله بالشكل كده. ده طعمه حلو جدا برضه، هو بدون لحمه بدون فراخ، بس طعمه حلو جدا وقريب جدا. هنعمل معاكم طريقه اللانشون المصانع بالظبط. لو اول مره تشوفي فضل لسه اول اشتراك في القناه وصلت لحد هنا يا ريت تعملي لايك وكومنت حلو منك سريع على الرسول. لو عايزه اي وصفه تكتبي لنا في الكومنتات وانا هقدر ارد عليكم. اول ليها واول الوصفات اللي انت عاوزاها كده. خلاص كده 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 اشيل ده كده واحط في السله. لسه طبعا كده اول باول حاطين عشان ما يكونش مواعين الاثنين معانا. خلاص حطينا كل المكونات هنا، البيض والثوم والجبنه النستون. نحط ايه بعد كده بقى؟ عندي هنا شويه زيت، ده كان بتوع فراخ، طعم فراخ حلو جدا. نبتدي نحط توابل الفراخ. انا راح شغاله عشان التوابل ما تمشيش في وشنا. كده كده توابل الفراخ، فلفل اسود، هنا 7 توابل. دي التوابل الاساسيه بصراحه بتخلي ريحه ده اللي هي اللانشون حته ثانيه. مكعبين من الشرب الدجاج، والمكون الاساسي وهو الحبهان. هعمل ايه بقى في الحبهان؟ نفتح بالشكل ده كده وانزل الحب بتاعه في قلب الخلاط. تمام اهو، اهو كده اهو. 2 3 4 الشباك ادي 5 كفايه 5 وحدات من الحبهان او الهيل. طبعا لو في عندك حبهان مطحون حلو جدا وافضل كمان. هنحط شويه من الكمون يعني ربع معلقه. هنحط ملح يعني ما يعلمش، عايزين نبقى حبه كده حوالي كمان. ونضرب كل المكونات. هنحط بس واحده لورا وتوم باودر وبصل باودر، مش موجود خلاص مفيش مشكله. توم باودر وبصل باودر. هنحط ايه تاني كده كله تمام. هنضرب كل بس ورقه واحده بس لورا، واحده بس، ونضرب كل الخليط ده كله مع بعضه وارجع لكم. ضربنا بقى كل الميكس ده كله مع بعض. هبتدي بقى احط سنه بسيطه جدا من اللون الاحمر اهي. طبعا هخلي ايدي دلوقتي حمرا جدا، هغسلها وراها. بصوا ده لون طعام احمر عادي مش بيأثر. هنضرب هنا الميكس كده. هعمل ايه بقى؟ حطيت على الخطه دي عشان خاطر المعلقه ما تبقاش رخامه كده. احط بقى هنا الدقيق. اول واحده 1 2 3 4. طبعا غالبا مش بحط 4، هي المفروض المعلقه 4، بس هي اول ما الاقيها جمدت وبدات تتماسك خلاص حطيت تاني كده. خلاص بقى معانا تقيل معانا.
بسم الله. بصوا بقى سميك، حتى حطيت شويه ميه بسيطه جدا. فرضا يعني انا كده خلاص مش عايز منك حاجه تاني. القوام سميك جدا كده. بقول لك بقى هتعملي ايه. عندنا حاجه من الاثنين، يا اما تحطيه في قالب كيكه طويل، او في استرتش وتلفيه رول، او تعملي علبه زي دي. طبعا العلبه ديت كان جوزك جايب شكمان عليها مع شبيه كده، جايه من جوه المونيا، فغسلتها كويس جدا وعقمتها كويس جدا، وهتبقى لنا هنا زيت واعملها معايا كده كده. هحط هنا نقطه زيت بسيطه كده، وهبتدي ان انا بالشكل ده بالشكل ده كده، وهبتدي انزل بالخليط كله اهي بالشكل ده كده. هبتدي انزل بالخليط كده. بصوا هو سميك بس هيستوي يعني، مش هقول لا يعني، تعملي كده على طول ما شاء الله بيبقى ناجح جدا. بنزل كل المكونات كلها كده مع بعضها، ينزل بقى براحته. طبعا هو بيضاعف كميته علشان ده دقيق وبيض، فيضاعف كميته معانا. ثانيه بس اجيب سباكله علشان انزل كل الخليط ده كله. جبت هنا سباكله معانا كده، انزل كل الخليط كده بالشكل ده. طيب هنسويه ازاي؟ هنحط حله ميه مغليه على النار، نصها كده، ونحط ده ونغطيه، اما تغطيه فويل، اما لو هي فيها غطا نغطيها اهي بالشكل كده. طبعا حطيت كام بقى معلقه دقيق على حسب ما تحتاجي، هو الافضل او المكونات الاساسيه هو 4 بيضات، 4 جبنه نستون، و4 معالق دقيق، بس بيبقى سايل، بيبقى سايل يعني بيهش منك بسرعه. فانا دلوقتي انا عاوزه اعمل حاجه اقتصاديه، وفي نفس الوقت عايزه الخم ولادي عن اللانشون اللي احنا بنشوفه او بنجيبه من بره، طبعا احنا مش عارفين مصدره ايه، او الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره. تمام اهو مسحته كل الامكانيات كلها كده اهو المكونات، وهبتدي اعمل كده بحيث ان لو في فراغات واي حاجه بالفراغات من هنا كده. بصوا شكلها كده زي ما قلت لكم، نحطه على النار، او علبه سمنه صغيره، عندك كذا حل وكذا بديل. تمام انتظروا بقى لما يستوي. وكده طبعا بعد ما سيبنا اللانشون الليله كامله، بالليل كنت مسويه بالليل، وصحيت الصبح عشان اعمل سندوتشات لابني. ده طبعا شكله النهائي. طبعا هو كان على حد هنا كده بس هو كش. بسم الله. بصوا هو ينزل بكل سهوله خالص اهو. بصوا ما شاء الله، ادي الكوز اللانشون اللي احنا عملناه. بصوا مفيش حاجه لازقه ولا اي حاجه خالص خالص. هوريكم بقى دلوقتي. طبعا ده عشان عرق. اوريها لك بسم الله. ده اللانشون البيتي، توفير التوفير، وجامد جدا. بصوا ما شاء الله عليه. بصوا نفس سماكه اللانشون اللي بره، وريحته حلوه جدا والله. بصوا اهو. لو وصلت لحد هنا يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه، تفعيل الجرس الكل عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا على اليوتيوب. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ونال اعجابكم. ده نوت تيك ده، مع السلامه.